أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. جولتنا النهاردة هتكون في الشارع ده. أيوة، الشارع اللي فيه سلالم ده بيطلعك في ناحية تانية خالص. الشارع ده موجود في منطقة اسمها كوم الدكة، وده اللي بينزل منه بينقلك في حتة تانية خالص. تقدر تقول كده أو نقدر نقول عامل زي آلة الزمن. مجرد ما بنعدي منه بنحس إننا اتنقلنا بالزمن في مكان وحياة تانية خالص. وأكيد كلنا لنا ذكريات في الشارع الجميل ده، سواء وإحنا في منطقة كوم الدكة أو وإحنا نازلين لشارع فؤاد. طبعا كلنا عارفين إن شارع فؤاد دايما بيفكرنا بالحياة الأرستقراطية والقصور والمتاحف والفن المعماري الراقي للعماير اللي موجودة في شارع فؤاد القديمة العتيقة، وكمان السفارات اللي بتفكرنا بعصر البشوات، لأن معظم القصور اللي كانوا عايشين فيها البشوات والأمراء والبرنسيسات أخدوها عملوها سفارة أو متحف. وكمان هنا في الشارع أرقى وأفخم الكافيهات وأرقى المحلات، وزي ما احنا شايفين العظمة والجمال بتاع شارع فؤاد. دلوقتي احنا بقى السلم ده هياخدنا وهينقلنا لمكان تاني خالص، لحياة ولاد البلد الجدعان والبيوت القديمة اللي لسه معمولة بالخشب، اللي بتفكرنا بأفلام الأبيض والأسود والمشربية والفتوة. طبعا بينقلنا كمان لقهوة سيد درويش البسيطة الجميلة، والشوارع الصغيرة والأهالي الطيبين. طبعا كلنا شايفين شوارع منطقة كوم الدكة، هي بتكون ممرات وزقايق وشوارع صغيرة. دي اسكندرية القديمة الجميلة بصراحة، العتيقة بقالها كتير قوي. بص البيوت شكلها ايه، مفيش ارتفاعات عالية خالص في المكان هنا، يمكن ده أقصى بيت عالي. الحياة جميل جدا. منطقة كوم الدكة الحياة بسيطة قوي عندهم. معظمهم هنا حرفيين. البيوت قد ايه جميلة هنا، صغيرة وحلوة جدا، والشوارع قريبة جدا والبيوت قريبة من بعض. أكيد كل الناس هنا عارفين بعض. الشارع ده اسمه شارع سيد درويش. احنا دلوقتي هنروح البيت اللي كان ساكن فيه فنان الشعب سيد درويش اهو. هنروح نشوف المكان بتاعه اهو. ده احنا داخلين على الشارع بتاعه او على البيت بتاعه. الحقيقة هو البيت مهدود اهو. ده البيت، الباب الاولاني ده المنزل بتاع سيد درويش فنان الشعب. هو في مدخل من هنا، ومن الناحية التانية في مدخل البيت بتاعه. وطالما احنا موجودين عند منزل فنان الشعب سيد درويش، فما ننساش ابدا الفنان الجميل حفيده ايمان البحر درويش. عايزين نقول ربنا يشفيه ويعافيه. شفاك الله وعافاك يا ايمان.
تقوم بالسلامة إن شاء الله. إحنا كلنا بنحبك، وكل شعب مصر بيدعي لك إنك تقوم بالسلامة. ويا ريت كلنا ندعي للفنان الجميل إيمان البحر درويش بالشفاء ويقوم لنا بالسلامة، لأن الدعاء بيغير القدر. شفاك الله وعافاك يا إيمان. وده منزل جده فنان الشعب سيد درويش. طبعا هما بيطلقوا عليه فنان الشعب علشان غنى لكل الطبقات، غنى للموظفين والفلاح والصنايعية. ودي كانت حكاية شارع، أو بمعنى أصح حكاية سلم تطلع فيه بينقلك لأعرق الأماكن الشعبية، تنزل منه بتلاقي نفسك في أرقى الأحياء الأرستقراطية. اسكندرية مليانة حكاوي. الفيديو جاي إن شاء الله برضو هجيب لكم سلم بينقلكم من مكان شعبي وينقلك في حتة تانية لمكان راقي، لكن مش في كوم الدكة. انتظروني في الفيديو القادم، ويا رب المحتوى يكون عجبكم، ونلتقي دايما في حب اسكندرية حلوة يا بلدي.